مساء الخير او صباح الخير على حسب التوقيت اللي بتسمعه في الفيديو. زي ما تعودنا كل يوم بننزل قراءة عاطفية جديدة. فيديو النهاردة هيعجبكم جدا لانه هو طلب كتير اوي الفترة الاخيرة، وهو عايزين نعرف الشخص اللي منفصل عنك البعيد عنك اللي ما بينك وما بينه مشاكل في الوقت الحالي، هل هو بيراقبك؟ هل هو لسه بيفكر فيك؟ هل هو عنده مشاعر اتجاهك؟ ايه نواياه اتجاهك؟ ناوي على ايه؟ طيب الشخص ده لو بيراقبك، ايه سبب المراقبة؟ ليه بيراقبك طالما تجاهلك او ان هو مشى من العلاقة؟ ايه سبب المراقبة اللي هو بيراقبها لك؟ هنعرف كل التفاصيل من خلال قراءة اليوم. بتمنى اللي يشوفني لاول مره ما ينساش انه يشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصله كل جديد من فيديوهات القناه. زي ما اتعودنا عندنا مجموعتين، عندي المجموعه الاولى باللون الحجر ده، باللون ده، والمجموعه التانية باللون ده، بطاقه الالوان. الناس اللي بتحب تختار بطاقه الالوان. اما حروف المجموعه الاولى: جيم صاد ميم لام قاف واو ه عين لام الف غين س ح ذال خ، اول حرف او تاني حرف او الحرف الاخير من اسم الحبيب الاصلي. حروف المجموعة التانية: زين ط ت ر ي س ف ظ ألف د ب ش ن كاف، أول حرف أو تاني حرف أو الحرف الأخير من اسم الحبيب الأصلي. هنبدأ القراءة مع المجموعة الأولى. هتلاقوا الحروف في صندوق الوصف اللي هو تحت الفيديو عشان لو في اختلاف في اللهجة أو في اللغة. في الأول لازم نكشف عن الطاقات، نشوف طاقتك وطاقة حبيبك، طاقة الشخص اللي في بالك. هنا نكشف عن الطاقات. خلينا نشوف طاقتك يا صاحب القراءة وطاقة حبيبك. طيب واضح جدا جدا كده في طاقة الشخص ده ان هو عايز بداية جديدة في حياته، عايز فرص جديدة. الشخص ده تعبان في حياته جدا، وشايف ان هو عايز ينتهز اي فرصة تجيله ويطور من احواله. عايز يبدأ فرص جديدة في حياته، عايز يبدأ بدايات جديدة في حياته. شايف كمان ان هو هنا عايز يصلح الاوضاع اللي ما بينه وما بينك، او يعترف لك بمشاعره، يعترف لك بحبه، يرجع العلاقة مرة اخرى. الشخص ده بيفكر فيك كتير قوي قوي. الشخص ده مهووس بيك. الشخص ده مهما يحاول ان هو يشغل نفسه في عمله، يشغل نفسه في مادياته، يشغل نفسه في دراسته، الشخص ده بيفكر فيك طول الوقت. الشخص ده عنده هوس بيك. شايف ان انت شاغل تفكيره، شايف ان انت مأثر على تفكيره، شايف ان هو بيحن اليك، شايف ان هو بيشتاق لك، شايف ان هو عنده حنين للذكريات اللي ما بينك وما بينه. بيفتكر اللحظات الحلوه اللي عشتوها سوا، المشاعر الحلوه اللي كانت ما بينك وما بينه. بيشوف كمان ان هنا كان في حب حقيقي، حب صادق، حب ما فيهوش اي تزييف. شوف ان هنا ان هو حبك بجد، ان هو اتعلق بيك بجد، ان هو انجذب اليك بجد، ان هو عنده شوق اتجاهك، ان هو عنده شغف اتجاهك، ان هو عنده لهفه اتجاهك، ان هو حاسس معاك احاسيس ومشاعر مش قادر ان هو يتجاوزها او ان هو يتخطاها. فالشخص ده بيحس ان هو متعلق بيك جدا، رغم ان هو هنا شايف ان هو عايز يهتم بمادياته او يهتم باحواله الماديه عشان يطور من احواله بسرعه جدا، ويطور من نفسه جدا. بس شايف ان انت مأثر عليه، شايف ان هو واقف عندك بيفكر فيك، شايف ان هو عايز برضو يبدأ بدايات في العلاقه دي او يصلح اوضاع في العلاقه دي، لانه ندمان على اعمال عملها او تصرفات اخطأ فيها. شايف ان هو كان متسرع، شايف ان هو كان متهور، كان بيقول قرارات وبيرجع يندم عليها، كان بيعمل افعال او بيتعصب كثيرا جدا بدون اسباب، ما كانش بيديك فرصة ان انت تدافع عن نفسك، او كان بيحاول ان هو يشكك دايما في حبك. الشخص ده شايف ان هو محتاج لك، محتاج لوجودك، محتاج ان هو يصلح الاوضاع اللي ما بينك وما بينه. الشخص ده شايف كمان ان انت مأثر عليه تفكير على تفكيره يعني بطريقة شديدة جدا جدا جدا، بالذات الحنين للذكريات، بالذات المشاعر اللي انت كنت بتديها له، التفاصيل اللي كنتوا بتعيشوها سوا. الشخص ده مفتقدها، الشخص ده حاسس ان هو مفتقد حاجه كبيره قوي، مش عارف ان هو يتخطاها. الحاجه دي فارقه معاه جدا، فوجودك في حياته فارق معاه جدا جدا جدا. الشخص ده كمان ممكن يكون بيعمل لك تخاطر عن قصد او بيجذبك ليه عن طريق التفكير فيك. بيفكر فيك بطريقه هستيريه، فبيبدا ان هو يجذبك، يبدا ان هو يخليك تحس بيه طول الوقت، ان انت مشتاق له، ان انت بتفكر فيه، ان انت عايزه، ان انت متاثر بيه، ان انت هنا عايز تشوفه بيعمل ايه، لان هو بيفكر فيك فبيجذبك. للبعض الاخر ممكن يكون بيعمل لك تخاطر عن قصد ان هو يجذبك اليه. العلاقه دي علاقه فيها تواصل روحي شديد جدا جدا. هتلاحظ ان في هنا انجذاب غريب، في تفكير غريب، في حاجه غريبه في العلاقه دي بتخليك ان انت تفكر فيه، بتخليك ان انت مهووس بيه انت كمان.
فالشخص ده بسبب تفكيره الشديد فيك او بسبب ان هو بيعمل لك تخاطر هنا، بيبدأ يحصل تواصل روحي ما بينك وما بينه، بيحصل هنا انجذاب ما بينك وما بينه. عشان كده انت كمان بتبقى مهووس بيه زي ما هو مهووس بيك، وبتفكر فيه زي ما هو بيفكر فيك، وبتحس بألمه، بتحس بوجعه، بتحس باشتياق اليه مفاجئ، بتحس بحنين اليه. فعشان كده في هنا تواصل ما بينك وما بينه. عندي برج السرطان والحوت والعقرب، عندي الثور العذراء الجدي، عندي كمان الحمل القوس الأسد. تعال نشوف طاقتك انت صاحب القراءة، طاقتك انت فيها ايه؟ طب شايفاك هنا حاسس ان انت عايز تعيش حياتك، زهقت، قرفت من اوضاعك كلها، عايز ترمي الماضي ورا ظهرك وتبدا حياتك من اول وجديد، عايز تعيش حياتك، عايز تنطلق، عايز تسافر، عايز تبعد، عايز ان انت ما تشيلش هموم، ما تشيلش حاجه، عايز تنطلق لان انت تعبت قوي من الاوضاع اللي انت فيها، تعبت من المسؤوليات، تعبت من العلاقه، تعبت ان انت مع الشخص ده ومش عارف تعمل حاجه، نفسك في بدايه جديده، نفسك ان انت تبدا بدايه جديده. رغم كده شايفاك هنا حزين، حزين على اللي حصل في العلاقه دي، حزين على الحب اللي ما بينك وما بين الشخص ده، شايفاك هنا متامل العلاقه او بتفكر في العلاقه، مش قادر تنسى الحب اللي كان ما بينك وما بينه، مش قادر تبطل حنين او اشتياق اليه، بتحس ان انت منجذب اليه، نفسك ان هو يرجع لك تاني، او ان هو يصلح الاوضاع اللي ما بينك وما بينه، او يعمل استقرار في العلاقه دي، لان انت تعبت جدا. بتحس ان الشخص ده غير مسؤول عن العلاقه، او ان هو بيتعامل بطفوليه في العلاقه، بيرحل متى يريد ويرجع متى يريد. تعبت من الموضوع ده، بس شايف ان انت متعلق، شايف ان انت متعلق ومش عارف تاخد قرار، مع ان القرار في ايدك، بس خايف ان انت تاخد قرار ترجع تندم عليه، خايف ان انت تاخد قرار ترجع تتردد فيه وتقول يا ريت اللي جه مكان. فانت هنا بعد ما بتاخد قرار الرحيل او قرار ان انت مش عايز الشخص ده ومش عايز ترجع له تاني، تحس ان انت بتحن له، تحس ان انت بتشتاق له، بتحس ان انت زعلان على الحب اللي كان ما بينك وما بينه، تحس ان انت محتاج له، محتاج ان هو يرجع تاني للعلاقه، محتاج ان هو يبقى معاك، بتقول اديله فرصه كمان، يمكن يتحمل المسؤولية، يمكن العلاقة تتحسن، يمكن يبدأ معايا بداية جديدة، ممكن نتزوج، ممكن ان يكون في زواج ما بيننا في يوم من الايام، ممكن يحسسني ان هو عايزني متمسك بيا. فبتحس ان انت معلق، بتحس ان انت محتار، بتحس ان انت عايزه، ان انت متمسك بيه، شايف ان هو النجمة اللي بتنور لك حياتك، شايف ان هو الامل اللي انت بتعيش علشانه، بتحس بوجوده في حياتك بطاقة يعني بطاقة من السعادة، بتحس بطاقة من الايجابية، رغم ان هو ممكن يكون بيضغطك او بيوترك او ان هو بيرمي مسؤولية العلاقة عليك او بيعمل مواقف تضايقك، بس بتحس ان انت بتنجذب اليه، بتحس ان انت بتحبه، بتحس ان انت مشتاق له، بتحس ان هو وجوده فارق معاك جدا جدا جدا. البعض منكم حاول يهرب ويخش في علاقة تانية ومش عارف، مش عارف يرتاح في علاقة تانية، والبعض الآخر بالفعل عنده علاقة تانية وبرده مش مبسوط في العلاقة التانية، حاسس ان هو ظالم الأطراف اللي معاه، حاسس ان هو مش مبسوط، حاسس ان هو مش مرتاح. فشايفاك هنا مش عارف تعمل ايه، ومش عارف تاخد قرار، ومش عارف ولا تنسى الشخص ده ولا تتجاهله ولا تبدأ حياتك مع حد تاني او تكمل مع حد تاني، حاسس ان انت في المنتصف المميت، ولا عارف تقرب ولا عارف تبعد ولا عارف تكمل ولا عارف تنهي. فحاسس ان انت تعبان ومتأثر، وان انت بتحب الشخص ده، بتراقبه كتير جدا، عينك عليه طول الوقت، بتحاول ان انت تتجاهله وتطلعه من تفكيرك بس مش قادر، بتفتكر الذكريات والمشاعر اللي ما بينك وما بينه وبترجع تحن اليه، بتحس ان انت مشتاق له، بتحس ان انت ملهوف عليه، بتحس ان انت منتظر فرصة او بداية جديدة في العلاقة دي، طول الوقت منتظره، منتظر رجوعه، منتظر ان هو يتواصل معاك، منتظر ان هو يحسن من الاوضاع اللي ما بينه وما بينك، منتظر ان هو يتحمل مسؤولية العلاقة ويحسسك ان هو متمسك بيك وان هو حبك وان هو عايزك. فشايفة هنا ان انت في انتظار طول الوقت ليه، في انتظار طول الوقت لتحسين العلاقة، حتى لما بتبعد هنا قلبك معاه واقف عنده، مش قادر ان انت تتخطاه، بتحاول ان انت تعمل ان انت متماسك، ان انت قوي، ان انت مسيطر، بس انت عكس كده خالص، انت ضعيف جدا من جواك وهش جدا جدا اتجاه العلاقة دي واتجاه الشخص ده. شايفاك هنا متعلق بيه، متعلق بيه تعلق شديد، مش قادر تفك التعلق ده، ومش قادر ان انت تعمل حاجة. شايفاك في طاقة انتظار لعودة الشخص ده، وان العلاقة هنا تتحسن، والعلاقة هنا يبقى فيها حظ. عندي هنا برج السرطان والحوت والعقرب، الحمل القوس الأسد، عندي كمان الجوزاء، عندي الدلو، عندي الثور. خلينا نشوف الطاقة المشتركة اللي ما بينك وما بين الشخص ده في الوقت الحالي. الطاقة المشتركة الحاجة اللي انتوا الاتنين بتفكروا فيها في نفس التوقيت. طيب انا شايفة الطاقة المشتركة اللي انتوا الاتنين عايزين بداية جديدة في العلاقة دي، انتوا الاتنين لسه بتحبوا بعض ولسه بتفكروا في بعض. شايفة كمان ان انتوا عايزين تدوا فرصة للعلاقة دي، في ندم،
في هنا طاقة ندم، في طاقة اشتياق، في طاقة حب، في هنا مشاعر حب يعني بتتجدد تاني وعايزين تجددوها، في طاقة رجوع ان انتوا بتفكروا في الرجوع مرة اخرى، اعطاء فرص مرة اخرى، في طاقة اشتياق قوية جدا 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 في الوقت الحالي، انتوا الاتنين بتفكروا في بعض بطاقة اشتياق قوية جدا جدا جدا. فهنا شايفه ان تفكيركم واحد، انتوا الاتنين عايزين بعض، انتوا الاتنين عايزين ترجعوا لبعض، انتوا الاتنين عندكم اشتياق قوي لبعض، انتوا الاتنين مفتقدين بعض جدا جدا جدا. شايفه كمان ان في هنا حب كبير قوي قوي قوي، ان انتوا عايزين تبداوا بدايه جديده وتدوا بعض حب اكبر من اللي فات، وان انتوا تبداوا بدايات كانكم لسه بتتعرفوا على بعض، وتنسوا اللي فات وتنسوا الالم وتنسوا الوجع، وتبداوا من اول وجديد مع بعض. خلينا نشوف مشاعر الشخص ده اتجاهك ايه. مشاعر الشخص ده اتجاهك ايه في الوقت الحالي؟ عندي برج الثور، العذراء، الجدي، السرطان، والحوت، والعقرب. طب الشخص ده مشاعره اتجاهك، شايف ان هو محتاج لك، شايف ان هو مشتاق لك، شايف ان هو ندمان عليك، شايف ان هو حاسس ان هو محتاج لك قوي قوي، حاسس ان هو اخطأ في حقك كثيرا كثيرا الفترة الاخيرة، شايف كمان ان هو وجعك، ان هو ألمك، ان هو ظلمك، ان هو كان متهور، ان هو كان متعصب، كان منفعل شديدا، فهنا مش عايز يخسرك. شايف كمان ان هو شك فيك كتير قوي، ان هو خلى العلاقة ما فيهاش ثقة في الوقت الاخير، فشايف ان هو ندمان على اللي عمله معاك، شايف ان هو مشتاق لك، شايف ان هو بيشعر بالحزن في بعدك، شايف ان هو عايز فرصة جديدة في العلاقة دي وعايز اصلاح في العلاقة دي، لانه مشتاق لك جدا 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 جدا. فمشاعره كلها اشتياق واحتياج شديد جدا، وشعور بالندم كمان شديد. خلينا نشوف، هل الشخص ده بيراقبك؟ هل الشخص ده بيراقبك؟ هل هو بيراقبك؟ طيب الشخص ده بالفعل بيراقبك، بيراقبك وبيراقبك كثيرا جدا. طب ايه سبب المراقبة اللي الشخص ده بيراقبها لك؟ اولا الشخص ده بيراقبك عشان هنا يشوف احوالك، يشوف اوضاعك، لما بيحس ان انت وحشته او ان هو بيتذكر الذكريات اللي ما بينك وما بينه، بيلاقي نفسه بيراقبك، بيدخل يدور عليك، بيخش يشوفك كويس، يشوفك تعبان، يشوفك متأثر، يشوفك هنا بتعمل ايه، هل انت ارتبطت، هل انت دخلت في علاقة تانية، هل هو بعده عنك مؤثر فيك، هل هو هنا يعني حاسس يعني عايز يحس ان انت حاسس بالظلم اللي هو ظلمه لك، يشوف طريقتك، يشوف اسلوبك، يشوف انت بتعمل ايه. بيراقبك عشان بيحبك، عشان شايف ان انت حبه الاول والاخير، ان هو محتاجك، حتى لو هو اللي رحل من العلاقه، هو لو مشى، هو اللي مشى من العلاقه، او هو اللي افتعل المشاكل، بيرجع يندم ويحس ان هو ظلمك او جه عليك، فبيخش يراقبك من بعيد، يشوف طاقتك فيها ايه، احوالك فيها ايه، ناوي على ايه، متأثر ببعده ولا لا، هل هو فارق معاك ولا لا، هل الموقف اللي عمله معاك وجعك، ألمك، إحساسك إيه، شعورك إيه. فبيخش هنا عنده فضول كمان إن هو يعرف تفاصيل عنك، فهنا عشان بيحبك وبيحبك بجد فبيبدأ يراقبك. الشخص ده كمان بيجيب صورك وبيفضل إن هو يبص إليها، ويفضل إن هو يتكلم معاها، ويفضل إن هو يفتكر الذكريات ويحن إليك. فهنا هل هو بيراقبك؟ نعم، وزي ما قلنا السبب عشان اللي بيراقبك، اللي هو بيراقبك علشانه. طيب الشخص ده مبسوط في البعد؟ هل هو دلوقتي لو ما بينك وما بينه مشاكل، هل هو مبسوط في البعد؟ هل هو مبسوط هنا في البعد؟ طب انا شايفه ان هو بيحاول يعمل تشافي، بيحاول ان هو يطلع من الطاقه دي، او ان هو يعمل تشافي بس مش قادر. يعني الشخص ده ممكن يكون عنده طرف تاني في حياته للبعض منكم، فشايف ان هو بيحاول يعمل تشافي، وان هو يستمتع بالعلاقه، وان هو يكمل في حياته، بس بيحس ان هو مش قادر، بيحس ان هو واقف عندك، بيحس ان في حاجه فارقه معاه، بيحس ان هو موجوع، بيحس ان هو متألم، بيحس ان هو هنا مش في افضل حالاته، فبيحس ان هو كمان عايز ايه، ان هو يرجع للعلاقه مره اخرى، وان هو يطور من العلاقه، وان هو يبدا معاك بدايه جديده ويعمل استقرار معاك في العلاقه. من كتر ما يحس ان هو مش مبسوط، من كتر ما بيحس ان هو مضغوط، او ان هو بيحاول يتشافى من الالم او الوجع، او ينسى حبك وهو مش قادر ينسى الحب ده، فبيحس ان هو هنا مش عارف يتعامل مع اي طرف، بيحس ان هو عنده مشاعر زائفه اتجاه اي طرف اخر غيرك، فبيحس ان هو عايز يرجع للعلاقه مره اخرى عشان يعمل تشافي من الالم والوجع اللي هو بيحس بيه. طب نوايا ايه، نوايا ايه في المستقبل القريب، نوايا الشخص ده ايه؟
طب انا شايفه نوايا الشخص ده الرجوع للعلاقه والاستقرار معاك في العلاقة وإصلاح العلاقة والاعتراف بالمشاعر. والبعض منكم الشخص ده لو هنا العلاقة مفيش زواج ما بينك وما بينه، مفيش ترسيم، فالشخص ده عايز خطوة الزواج والترسيم والاستقرار معاك، وإن هو يكمل حياته معاك، عايز ياخد الخطوة دي معاك. فنواياه إصلاح العلاقة والرجوع للعلاقة، وإن هو هنا يتشافى بيك من الألم والوجع اللي بيمر بيه، ويعيد الثقة في العلاقة مرة أخرى، وبعد كده يستقر معاك في العلاقة ويطلب منك طلب الزواج أو الترسيم لو هنا الظروف سامحة. حتى لو مش سامحة الظروف، فهو هنا هيوعدك او يديك وعود ان هو هياخد خطوة اتجاه العلاقة ويطور من العلاقة دي. الشخص ده هنا نواياه اتجاهك حلوة جدا، نواياه اتجاهك ان هو عايز يسعدك، يديك السعادة، عايز ان هو يعوضك عن اي مشاعر او اي ظلم هو حسسك بيه، عايز ان هو يبقى معاك، عايز يكمل حياته معاك، عايز يبين لك ان هو مشتاق لك بجد، ان هو ندمان عليك، ان هو عايز يكمل معاك، لان هنا مفتقدك جدا جدا وعنده شعور بالحنين والاشتياق الشديد، وشايف ان انت فرصة وفرصة لا تعوض، شايف ان انت فرصة مهمة جدا وحاجة مهمة جدا بالنسبة له. الشخص ده كمان عنده شغف اتجاهك قوي جدا، عنده طاقة شغف قوية جدا 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 من كتر حبه، فبيتولد هنا إثارة جسدية شديدة جدا. فنواياه الرجوع للعلاقة مرة أخرى وإصلاح العلاقة اللي ما بينك وما بينه. الشخص ده بيشوف ان انت الحياه بالنسبه له، حتى لو العلاقه ما بينك وما بينه اون واوف، او علاقه فيها انفصال ورجوع كثيرا، او علاقه من العلاقات الصعبه، فالشخص ده شايف ان العلاقه دي مهمه، العلاقه دي مهمه بالنسبه له جدا، ومش عايز ينهي العلاقه دي، عايز يستمر فيها وعايز يكمل فيها. خلينا هنا ناخد رساله من الشخص ده ليك، لو هيبعت لك رساله هيقول لك ايه. عندي هنا برج الثور والعذراء والجدي، الحمل، القوس، الأسد، السرطان، الحوت، العقرب، الجوزاء والدلو والميزان. خلينا نشوف لو الشخص ده هيرسل إليك رسالة، يا ترى رسالته هتكون إيه ليك في الوقت الحالي. طيب الشخص ده بيقولك ان كلما بيراك بيحس ان هو اندهش، بيحس ان انت جميل جدا، بيحس ان انت مميز جدا، بيحس ان هو المشاعر عنده بتتجدد، كأنه يعرفك من اول وجديد، كأنه يراك لأول مرة. فالشخص ده كمان بيقولك ان هو جرحك، ان هو وجعك، بس هو اختار الطريق السهل عشان يكرهك فيه احسن ما تعرف الحقيقة، لان هنا ممكن يكون عنده اسرار، عنده خفايا، عنده مشاكل نفسية، فمش عارف، مش عايز ان هو يقولها لك او ان هو يخبرك بيها، فحب ان هو يختصر الطريق وان هو يمشي ويرحل. فكر ان هو هيرتاح لما انت تكرهه او انت تشوفه بنظرة سيئة. اكتشف ان هو تعب جدا جدا، وان البعد عنك اثر فيه جدا جدا، وان هو هنا ما قدرش على البعد، وان هو اشتاق لك مرة اخرى. فهنا بيقولك يعني كمان بيسألك سؤال، هنا هو مقترح عليك سؤال، بيقولك حقا لسه بتفكر فيا زي ما كنت بتفكر فيا زمان، ولا طريقة تفكيرك اتغيرت من ناحيتي؟ لسه بتحبني ولا بطلت تحبني؟ لسه بتفكر فيا بنفس الطريقة الأولانية، ولا طريقتك بقت شايفني وحش أو إنسان ظالم أو إنسان أناني؟ هل أنت بطلت التفكير فيا؟ هل أنت نسيتني؟ هل أنت تجاهلتني؟ هل أنت بالفعل كرهتني، قدرت أن أنت تكرهني وإنك تتخطاني؟ أنت ممكن تشوف حياتي مرتبة، وتشوف حياتي أحسن حاجة، وتشوف حياتي أفضل حاجة بالنسبة لك من الخارج، بس هي حياتي كلها فوضى، حياتي بايظه من غيرك، حياتي مش متظبطه. حتى لما ما بحكيلكش او ما بقولكش، بس انا حياتي كلها فوضى. انا ممكن ما اكونش بقولك عشان ما اشغلكش او ان انا ادخلك في همومي، بس انا حياتي كلها فوضى من غيرك، وانا حاسس بالضياع وانا مش عارف اعمل حاجه. انا حياتي كلها عباره عن فوضى وانا مش عارف اعمل حاجه، وحاسس ان انا واقف في مكاني. فده اللي خلاني اخترت ان انت تكرهني احسن ما يعني تدخل معايا في الفوضى دي، وما اعرفش ان انا اخرجك، او ما اعرفش ان انا اعمل لك حاجه. انا بحس ان انا ظلمك، لان حياتي عباره عن فوضى وحياتي كلها ضياع، وانا انسان ضايع ومش عارف اعمل حاجه، فبحس ان انا ظلمك او ان انا جايه عليك. انا مش ندمان ان انا عرفتك، ولا ندمان على اي لحظة عشتها معاك، وشايف ان انا حبيتك بجد، وكل لحظة عشتها معاك هي افضل اللحظات اللي كانت في حياتي. عندنا كل الابراج نزلت معانا، المائية والترابية والهوائية، وكمان النارية. كل الابراج نزلت معانا يا اصحاب القراءة. لو عجبك الفيديو اكتب لي في التعليقات تحت رأيك ايه، وحابب ننزل ايه الفترة اللي جاية، عشان ننزل الفيديوهات على طول اللي انتوا هتطلبوها الفترة القادمة. ولو اول مرة تشوفني ما تبخلش عليا بالاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. اهلا باصحاب المجموعة التانية اللي اختاروا معايا الحروف زين ط ت ر ي س ف ظ أ د ب ش ن ك ض، اول حرف او تاني حرف او الحرف الاخير من اسم الحبيب الاصلي، او اللي اختاروا معايا اللون ده. في الاول كده لازم نكشف عن الطاقات، نشوف طاقتك وطاقة حبيبك.
شوف طاقة حضرتك وطاقة حبيبك. هنكشف عن طاقة الشخص اللي في بالك في الوقت الحالي اتجاهك. طب انا شايفه ان الشخص ده دلوقتي مشتاق لك جدا. ممكن تكون انت بتبعت له رسائل وهو بيشوفها وبيتجاهلها، او هو عايز يتواصل معاك ويصلح العلاقه، لان انا شايفه العلاقه منهاره ما بينك وما بينه في الوقت الحالي. بيمر بمرحله من الاكتئاب شديده جدا جدا. شايف ان العلاقه هنا متوتره، العلاقه هنا مش افضل حاجه، العلاقه ما بينك وما بينه فيها مشاكل في الوقت الحالي او في انفصال في الوقت الحالي. الشخص ده شايف ان هو مشتاق لك، ان هو بيحبك، بس هو متضايق منك جدا جدا جدا. الشخص ده دلوقتي مشغول، بيحاول يشغل نفسه بضغوطاته بمسؤولياته بالحاجات اللي عليه، بس بيلاقي نفسه ان هو بيفكر فيك، بيلاقي نفسه ان هو مش قادر يتجاهلك، بيلاقي نفسه ان هو بيحن اليك. الشخص ده حصل ما بينك وما بينه موقف، الموقف ده ممكن يكون اثر فيه جدا، ممكن حسسه ان انت مش مهتم بيه، او ان هو مش في بالك، او ان هو مش فارق اليك. او هنا ممكن الموقف ده خلاه ان هو يحس قد ايه ان هو بيحبك، وان هو متعلق بيك، وان هو خايف ان انت تروح من ايده. ايا كان ايه اللي حصل هنا، الشخص ده بيحاول ان هو يبين القوة، بيحاول يبين ان هو قوي، ان هو هيقدر ان هو يلبس الوش عليك ويلبس القناع ويبعد عنك لفترة. شايف ان العلاقة هنا ممكن تكون فيها انهيار في الوقت الحالي، وممكن فيها بعد، بس هو بيفكر هنا ان البعد مؤقت. ما ينفعش ان العلاقه اللي ما بينك وما بينه تنتهي، العلاقه اللي ما بينك وما بينه علاقه مهمه جدا. عنده كلام كتير وعنده مشاعر كتير عايز يقولها لك، في كلام هنا عايز يطلعه، بس خايف ان هو لو يقوله لك ان هو ينهي العلاقه، او ان هو ينهيها للابد، وان العلاقه ما ترجعش مره اخرى. مهما بيبين من قوه فهو مشتاق لك وهو بيحن اليك. الشخص ده عنده مشاعر كتير اتجاهك، شايف ان العلاقه اللي ما بينك علاقه قدريه، علاقه غريبه جدا، علاقة فيها هنا تحمل للمسؤولية اتجاهك، بحيث ان هو مسؤول عنك. مهما اخطأت او مهما عملت بيحاول ان هو يعني يعدي، او ان هو يحاول ان هو يعني يتجنب الاخطاء دي عشان العلاقه دي تعدي، او ان الاوضاع اللي ما بينك وما بينه تتحسن. بس هو تعبان تعبان جدا في الوقت الحالي، عليه ضغوطات وعليه مسؤوليات كتير جدا جدا. بعيدا كمان عنك انت، الشخص ده مضغوط نفسيا، عنده ضغوطات ومسؤوليات، في ناس في حياته مشايلينه همومهم، مشايلينه فوق طاقته، فوق طاقته، محملينه فوق طاقته. بيشوفك انت الحضن الحنين بالنسبه له، او الشخص المريح بالنسبه له اللي بيلجأ اليه، فحاسس ان انت مش حاسس بيه، او ان انت مش موجود في حياته، او ان انت مهمل اليه، او ان انت عندك حاجات تانية اهم منه. الشخص ده عايز الاهتمام وبيبحث عن الاهتمام منك انت، ممكن تكون انت بتديهوله، بس هو هنا مش حاسه، او هنا هو شايف ان هو مفتقده، او عايز جرعات اكتر وبالزياده. ايا كان ايه الوضع هنا، الشخص ده دلوقتي شايف ان هو مشتاق لك قوي، بيحبك قوي، بيفكر فيك قوي قوي قوي، مش قادر يبطل تفكير فيك رغم مسؤولياته رغم ضغوطاته، حاسس ان هو منجذب اليك. مهما يحاول ان هو يبين مسيطر، مهما يحاول ان هو يبين ان هو قوي، ان هو يعني قادر يبعد عنك، الشخص ده مش قادر. الشخص ده مش متوقع ان العلاقه تنهار وتبتعدوا عن بعض للابد. هو شايف دايما ان العلاقه مهما حصل فيها ان فيها رجوع مره اخرى، وان في تواصل مره اخرى، بس هي بتبقى مرحله او وقت، وبعد كده بتبداوا ان انتوا تتعاتبوا، او ان انتوا تصفوا وترجعوا لبعض مره اخرى. شايفة هنا برج الحمل، القوس، الأسد، عندي كمان الثور والعذراء، عندي الجدي، عندي الجوزاء. خلينا نشوف طاقتك انت يا صاحب القراءة، طاقتك انت فيها ايه؟ شايفاك هنا يا صاحب القراءة ممكن يكون عندك طرفين، ممكن يكون عندك طرف متزوج منه، ممكن تكون بتحب الطرف ده ومش قادر ان انت تكمل معاه بسبب الطرف اللي عندك. شايف ان انت نفسك تتزوج من الشخص ده، نفسك تكمل حياتك معاه، بس مش عارف تعمل ايه. للبعض الاخر شايف ان الشخص ده هو المتزوج، وممكن تكونوا انتوا الاتنين متزوجين. ايا كان هنا العلاقة ايه، انتوا الاتنين متزوجين، او هو المتزوج او انت المتزوج، فانت بتفكر فيه ونفسك في الزواج منه، ونفسك تكمل حياتك معاه، ونفسك في استقرار في العلاقة دي. شايفاك هنا بتراقب الشخص ده وعينك عليه، شايف ان انت ممكن حاسس ان انت بتستغل الشخص ده، او ان انت موجوع، او ان انت مقلوب من الشخص ده بسبب احاسيس ملخبطه جواك. البعض منكم بيحس ان الشخص ده استغلالي، ان الشخص ده انتهازي، ان الشخص ده عايز يستفاد منه بسبب جماله، بسبب جاذبيته، ان هو بيفكر في العلاقه الجسديه فقط لا غير. والبعض الاخر بيشوف ان هو هنا ظالم الاطراف اللي معاه، وان هو اللي طرف استغلالي، ان انت اللي استغلالي، ان انت اللي مستغل الطرف اللي عندك ومستغل الطرف ده، ومش عارف تعمل حاجه في العلاقه، وان انت مقيد في اوضاعك.
شايفاك بتحاول في الوقت الحالي ان انت هنا تهتم بنفسك، تهتم بمظهرك، تهتم بجمالك، زي اكنك عايز تحسس الشخص ده ان انت مرغوب فيك، ان انت حواليك ناس كتير تتمناك، ان انت حواليك ناس كتير عايزاك، ان انت هنا مهم وان انت مميز جدا جدا جدا. شايفاك عايز فرصة في العلاقة دي، نفسك في الاستقرار فيها، نفسك في الاصلاح فيها، نفسك تكمل حياتك مع الشخص ده، عايز تحسسه طول الوقت ان انت مهم بالنسبة له، وان ناس عايزاك وناس متمسكة بيك وان انت متمسك بيه هو، زي اكنك عايز تثير غيرته، بالذات لو انتوا مبتعدين، عايز تبين له ان انت جميل، ان انت مميز، ان انت حلو، ان انت حواليك ناس كتير قوي. حتى لو عندك طرف تاني في حياتك فبتحاول تبين له برضو ان انت هنا يعني مهم قوي، وعايز تحسسه طول الوقت ان هو يجري وراك، وان هو يحسسك ان هو عايزك. فهنا عنده طرف او انت عندك طرف، او هنا مفيش اطراف خالص وانتوا الاتنين مع بعض بدون اطراف ايا كان ايه الوضع. فشايفاك هنا بتحاول ان انت تثير جنون الشخص ده، وتبين له ان انت مميز، تبين له ان انت يعني ان انت مهتم بحالك، ان انت ان انت احوالك الماديه بتقدر تطور منها، ان انت شخص طموح، ان انت شخص عندك امل. شايفاك هنا بتحاول تهتم بجمالك ومظهرك كتير قوي قوي. شايفاك عايز فرصه، عايز فرصة في العلاقة دي، لسه بتفكر فيه، مش قادر تتخطاه، لسه عايزه، وعايز فرصة معاه، وعايز بداية جديدة معاه. نفسك في ترسيم العلاقة معاه ايا كان نوع العلاقة ايه او نوع العقبة ايه. انا شايفة ان انت نفسك هنا في ترسيم العلاقة معاه. شايفة البعض منكم هنا في اختلاف في الديانات، وفي ناس تانية بعد في المسافات كمان. فايا كان ايه الوضع هنا، انت بتحب الشخص ده قوي ونفسك في فرصه في العلاقه دي، ونفسك تعيد الثقه في العلاقه دي وترجع للشخص ده مره تانية، وتصلح الاوضاع اللي ما بينك وما بينه. المهم ان انت تبقى معاه، لان انت شايف ان انت محتاجه، شايف ان وجوده فارق معاك جدا، شايف ان انت بتحبه جدا 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 جدا. مهما بتحاول تتقل، مهما بتحاول تبعد، مهما بتحاول ان انت تتجاهله، بس انت بتحب الشخص ده ومتمسك بيه، وعندك هنا احساس قوي ان الشخص ده هو نصك التاني، او الشخص ده بيكملك، بيديك السعاده اللي انت بتحسها، او السعاده اللي انت محتاجها، الحب اللي انت محتاجه. الشخص ده وجوده في حياتك فارق جدا جدا جدا. خلينا نشوف هنا آه الطاقه المشتركه اللي ما بينك وما بين حبيبك في الوقت الحالي. طب شايفاكم انتوا الاتنين بتفكروا في العقبات اللي في العلاقة، ونفسكم تتخطوا العقبات دي. شايفاكم انتوا الاتنين عايزين بداية جديدة في العلاقة دي، عايزين ان انتوا ترجعوا لبعض، تصلحوا الاوضاع، تدوا بعض فرصة تانية في العلاقة دي، لان عندكم حب شديد اتجاه بعض. شايفاكم بتحبوا بعض بطريقة قوية جدا جدا، وعندكم حب شديد جدا اتجاه بعض. شايفاكم بتفكروا في المستقبل، عايزين ان انتوا تطوروا من العلاقة دي باسرع مما تتخيلوا، عايزين ان انتوا تاخدوا خطوات اتجاه العلاقة دي وتطوروها بسرعة جدا، لان العلاقة دي فارقة معاكم جدا. كل واحد فيكم بيحاول يبص على مادياته، بيحاول يبص على اوضاعه، شايف ان هو لازم ياخد قرار، والقرار هنا مصيري، القرار هنا مهم جدا وفارق جدا. شايفه كمان ان انتوا الاتنين عايزين بدايه جديده في العلاقه دي، وعايزين تكملوا في يعني تخرجوا من الطاقه السيئه اللي انتوا فيها، وان انتوا تكملوا مع بعض وترجعوا لبعض تاني. شايفاكم بتحبوا بعض قوي على فكره، رغم ان انتوا ممكن تكونوا مبتعدين او ما بينكم مشاكل او انتوا بتكلموش بعض، بس شايفه هنا في طاقه حب شديده، وعايزين بدايه جديده في العلاقه دي، وعايزين تكلموا بعض تاني، وان انتوا تتصافوا وترجعوا مره تانية للعلاقه. خلينا نشوف مشاعر الشخص ده اتجاهك ايه في الوقت الحالي. عندي برج السرطان، الحوت، العقرب، عندي الثور، العذراء، الجدي، الجوزاء، والدلو، والميزان. مشاعر الشخص ده اتجاهك ايه؟ طب هو متعصب منك قوي دلوقتي، متعصب قوي منك دلوقتي، ومش طايقك دلوقتي، حاسس ان هو غضبان منك قوي قوي قوي، شايف ان في عقبات في العلاقه ولازم ان هو يتخطاها، او ان هو هنا دلوقتي حاسس ان هو منفعل منك ومضايق ومتضايق منك قوي، وعايز يرحل من العلاقه ويبعد عنك، وممكن يكون راحل بالفعل في الوقت الحالي، بس هنا متألم من الرحيل. بيحاول يعمل توازن، بيحاول يعمل توازن من غيرك، بيحاول ان هو يسيطر على مشاعره بس مش قادر. شايف ان الرحيل هنا مش انسب حاجة، شايف ان هو محتاج ان هو يرجع تاني للعلاقة، او ان هو يبقى معاك عشان يحس بالسعادة. شايف ان حظه معاك، شايف ان سعادته معاك، شايف ان العلاقة دي فيها حب ومشاعر قوية جدا جدا، شايف ان هو بيحبك، شايف ان هو بعده عنك بيحسسه بالحزن، بيحسسه باليأس، بيحسسه ان هو مش مبسوط. مهما يحاول يعمل توازن او يسيطر على مشاعره هو مش قادر. بيحاول ان هنا يبص لمادياته ويشغل نفسه، بس شايف ان هو محتاج لك، شايف ان هو مشتاق لك، شايف ان هو مضغوط قوي من غيرك، شايف ان هو محتاج وجودك في حياته. فهنا هو دلوقتي موجوع، متأثر، متألم، مفتقدك، حزين جدا جدا على اللي حصل في العلاقة، او حزين على الوضع اللي انت وصلتوا له. شايف ان هو هنا دلوقتي متضايق جدا جدا كمان. خلينا نشوف، هل الشخص ده بيراقبك؟ هل الشخص ده بيراقبك؟
طب الشخص ده بيراقبك، طب هو ليه بيراقبك؟ ايه سبب المراقبة؟ لما هو مشى من العلاقة بمزاجه كده، او ان هو هنا يعني رحل، او بسبب او بدون سبب، او ايه اللي حصل خلاه ان هو يمشي؟ ايه اللي خلاه يراقبك؟ طب الشخص ده بيراقبك لانه هنا زي ما قلت لك شايف ان انت شخص مهم عنده، شايف ان هو مش ان انت نجمه بيتمناها، ان انت حاجه حلوه قوي بيتمنى الحصول عليها او الوصول اليها، شايف ان هو بيحاول يعمل توازن ما بين قلبه وما بين عقله بس مش قادر، شايف ان مشاعره هي اللي مأثره عليه، شايف ان هو بيحبك، شايف ان انت شايف لازم تكون انت موجود في حياته، عايز يشوف ردة فعلك، انت بتعمل ايه، هل انت متأثر؟ بيشوف كمان ان الغياب او البعد بيخلي ناس حواليك كتير تتمناك، بيشوف ان انت جذاب، ان انت مثير، ان انت شخص يعني جميل جدا 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 جدا، عايز يشوفك هل انت هتقدر تمشي في حياتك وتكمل مع طرف تاني، وهل انت هتبقى مبسوط وسعيد، هل انت خلاص نسيته، هل انت تجاهلته، هل انت هتاخد خطوات اتجاهه، هل انت متأثر في البعد عنه. فده اللي بيخليه ان هو يراقبك، ان هو عايز يشوف اوضاعك ايه، عايز يشوف خفاياك ايه او خباياك ايه، هتنزل حاجات تبين عن حالتك، هترتبط بسرعة، او عندك اطراف هتظهر بمجرد بعده عنك او بمجرد انفصاله عنك، طريقتك في التعبير هل انت هتتمسك بيه، هل انت يعني هتفضل ان انت تسعى وراه ان العلاقة تتغير او ان هو يرجع لك مرة تانية. فهنا فضوله بيصير ان هو يشوفك هتعمل ايه، كمان بيحس ان انت بتزداد جمال، ان انت بتهتم بحالك، بتهتم في تفاصيلك لما بتبعدوا عن بعض. النقطة دي بتخليه ان هو هيتجنن عليك اكتر، فخليه ان هو في طاقة مراقبة شديدة اكتر من الاول، فعشان كده تحس ان هو طول الوقت بيراقبك، طول الوقت عايز يعرف تفاصيل عنك. عندي هنا برج الحمل، عندي القوس، عندي الثور، عندي الجوزاء. خلينا نشوف هل هو مبسوط في البعد في الوقت الحالي، هل الشخص ده مبسوط في البعد، هل قادر ان هو يبقى مبسوط من غيرك؟ طب الشخص ده مش مبسوط في البعد نهائي، الشخص ده حتى لو عنده طرف تاني غيرك او ان هو مضى في حياته، بدأ ان هو يعيش في حياته من غيرك ويكمل في حياته، فهو هنا مش مبسوط، هو هنا بيعمل مقارنة ما بينك وما بين اطراف تانية في حياته، بيحس ان هو مشتاق لك، بيحس ان هو بيحبك انت، ان هو محتاج لك انت، ان هو عايزك انت، ان هو واقف عندك انت ومش قادر يمشي حياته، ان هو عنده حنين ليك، عنده اشتياق ليك، ان ذكرياته كلها معاك، ان انت فارق معاه، مش قادر ياخد قرار. يعني حتى لو هنا عنده طرف تاني او ان هو قرر ان هو يرحل وما يرجعش للعلاقة دي تاني، فبحس ان هو عنده حنين شديد قوي بيجذبه اليك، ان هو واقف عند كل التفاصيل اللي انتوا عشتوها سوا، المشاعر الحلوه اللي ما بينكم، وان هو مش قادر يتخطاك، بيفكر فيك، وان هو حتى لو دخل في علاقه تانية فهو دخل فيها بعقله مش بقلبه، وان هو واقف عندك انت، وان هو عنده اشتياق ليك انت، وان هو مش قادر يبعد عنك انت. الشخص ده كمان بيحن اليك، بيحن اليك كثيرا جدا جدا، شايف ان هو العلاقه دي مظلومه، محتاجه هنا حظ، شويه من الحظ. فالشخص ده مش مبسوط في البعد، الشخص ده بيفكر ان هو يرجع تاني، ان هو يصلح العلاقة، او ان انت هنا لو انت اللي مزعله منتظر ان هو يحس ان انت ان هو مهم عندك، ان هو فارق معاك، ان هو حاجة يعني حاجة فارقه معاك قوي، ووجوده فارق معاك، وان هو شخص مهم عندك. فشايف هنا ان هو منتظر اصلاح العلاقه، الرجوع للعلاقه، عرض اي عرض يعرضه عليك لو هو اللي غلطان عشان يصلح الاوضاع اللي ما بينه وما بينك، او ينتظر يشوف ردة فعلك لو انت اللي غلطان، انت اللي هتعمل ايه، هل انت هتاخد خطوات اتجاهه، هل انت هتتمسك بيه، هل انت بجد بتحبه زي ما هو بيحبك. فايا كان ايه الوضع، الشخص ده مش مبسوط من غيرك، الشخص ده ما بيعرفش يبقى مبسوط من غيرك، بيحس ان في حاجه ناقصاه، بيحس ان في حاجة قوية ناقصاه، حاجة مهمة جدا هو فاقدها، بيحس ان وجودك شيء مهم جدا وشيء اساسي جدا في حياته. طيب خلينا نشوف نوايا الشخص ده في المستقبل القريب، ناوي يعمل ايه؟ طب الشخص ده واقف عند اخر موقف حصل ما بينك وما بينه، ومش قادر يتخطى الموقف ده، حاسس ان هو ناسي الحب، ناسي كل المشاعر، واقف عند اخر موقف بالاخص، وحاسس هنا بطاقة سلبية شديدة جدا، كل ما بيحاول ان هو يصفالك او ان هو يرجع لك بحيث ان هو متأثر من الموقف ده، بيحاول هنا ان هو يعني يفكر بعقله بس مش قادر، شايف ان هو محتاج لك، محتاج وجودك، محتاج ان انت تبقى معاه. الشخص ده كمان لو عنده علاقة تانية، الشخص ده حاسس ان هو مش بيحب الطرف التاني، هو عايش هنا وعنده اولاد بالاخص، فهو
هو عايش هنا عشان اولاده مش اكتر في العلاقة دي، لو هنا سبب المشكلة طرف تالت تدخل في العلاقة. اما هنا لو هو حصل ما بينك وما بينه اي موقف عموما غير الطرف التالت، فالشخص ده واقف عنده مش قادر يتخطاه، حاسس ان الموقف ده هزه، حاسس ان الموقف ده جرحه، حاسس ان الموقف ده وجعه منك قوي قوي. فالشخص ده بيفكر في العودة للعلاقة واصلاحها، بس بعد لما يعلمك الدرس او يحسسك بوجوده او يحسسك ان هو مهم عندك. الشخص ده كمان شايف ان هو في الوقت الحالي بقى متعصب جدا، مش طايق حد، بيعمل مشاكل، بينفعل كثيرا جدا من كتر الضغوطات اللي هو بيمر بيها، من كتر الحاجات اللي في حياته، بقى منفعل قوي، بقى متعصب قوي، بقى مزاجي جدا جدا. فهنا بقى متوتر جدا في الفترة الأخيرة، فبيفكر دلوقتي ازاي يرجع العلاقة دي، ازاي يستقر فيها مرة أخرى، ازاي يتحكم في انفعالاته، ازاي يتخطى الموقف السلبي اللي حصل ما بينك وما بينه ويغفره ليك، او ان هو هنا يتخطاه ويتواصل معاك ويحاول ان هو يعدي الموقف ده. لان شايفه البعض منكم انت السبب في الموقف ده مش هو، والبعض الاخر ممكن يكون هو السبب، بس هنا بيحاول ان هو يرمي برضو اللوم عليك والعتاب عليك. فايا كان ايه اللي حصل، الشخص ده بيفكر ان هو يعيد العلاقه مره اخرى ويرجع لك مره اخرى، بس لما هنا يحس ان هو هدى، يحس ان هو قدر يتخطى الموقف ده، يحس ان هو قادر يلوم عليك او يعاتبك، لانه شايف ان هو دلوقتي مش في طاقه لوم او عتاب، وشايف ان هو لو تعامل معاك هينفعل عليك وممكن ينهي العلاقه الى الابد. فهو مش عايز كده، لان هو شايف ان العلاقه دي لازم ترجع مره اخرى، ولازم ان انتوا تبقوا مع بعض مره اخرى. شايفه ان هو مقيد دلوقتي في تفكيره، مقيد دلوقتي في افكاره السلبيه، بيفكر بطريقه سلبيه جدا جدا في العلاقه ومش عارف يعمل ايه. حاسس ان هو هنا بيحاول يبذل اقصى مجهود ومش عارف يعمل حاجه، حاسس ان هو بيطور من نفسه، عايز يعمل حاجات كتير قوي في العلاقه دي، بس حاسس برضو ان هو مقيد ومش عارف يعمل حاجه، بيمر بمرحله شديده من الاكتئاب، شايف ان هو لازم ياخد قرار مصيري في العلاقه دي، بس بيرجع يحس ان انت توأم روحه، ان انت نصه التاني، ان هو ما يقدرش يبعد عنك ولا يستغنى عنك. لا يعني لما بيفكر ينهي العلاقة الى الابد، او ان هو خلاص يتخطاك، بيحس ان انت توأم روحه، ان في ان انت مهم جدا، ان هو مفتقدك جدا، ان هو عايزك جدا جدا جدا، ان في تواصل روحي ما بينك وما بينه. فمهما حصل منك او مهما اخطأت او مهما جيت عليه ومهما انفعل او بعد عنك، بيحس ان هو مش قادر يكمل، بيحس ان هو في حاجة كبيرة ناقصاه. فنواياه العودة للعلاقة مرة اخرى، بس لما يخرج من الطاقة السلبية اللي هو بيمر بيها في الوقت الحالي. عندي برج الجوزاء، الدلو، الميزان، حمل، قوس، اسد، ثور، عذراء، جدي، سرطان، وحوت، وعقرب. لو اخدنا رسائل من الشخص ده في الوقت الحالي، يا ترى رسالته ليك هتكون ايه؟ خلينا نشوف رسالة الشخص ده ليك هتكون ايه في الوقت الحالي. طيب بيقولك: منذ اول لحظة نظرت في عينيك عرفت اننا ننتمي لبعضنا. يعني الشخص ده حاسس ان هو من ساعه ما شافك وهو حاسس ان انت نصه التاني، ان انت بتكمله من اول لحظه عينه جت في عينك. الشخص ده كمان بيقولك: انا كنت محطم بالفعل لما التقيتك، فكان يعني لما قابلك ان هو كان متحطم فعلا وان هو كان متاثر، عشان كده حصل حاجات كتير قوي في العلاقه دي، في مشاكل كتير حصلت، او ان هو كان بيعاملك معامله سيئه، او ان هو اخطا في حقك، لان هو لما قابلك هو كان موجوع جدا جدا. بيقولك كمان ان هو ممكن كان بيهرب من التواصل الروحي اللي ما بينك وما بينه، او كان بيهرب من اتصالاتك، من قربك ليه، لانه كان مضغوط وان هو ما كانش عنده مشاعر يديها لك، وان في الوقت ده هو كان موجوع جدا وكان متأثر بالموقف اللي حصل ما بينك وما بينه، وان هو ما كانش قادر يتخطاه، فكان غير مستعد ان هو يتواصل معاك او ان هو يكلمك، عشان كده تهرب منك. لو انت هنا بتبعت له رسائل او ان انت بتتصل بيه، هو هنا كانت مشاعره متلخبطة في الوقت ده، وان هو كان متضايق وواقف عند اخر موقف، واخر موقف حصل ما بينك وما بينه ما كانش قادر يتخطاه، عشان كده كان بيتهرب منك ويتهرب من الاتصال والتواصل معاك. بس رغم كده بيحس ان هو منجذب اليك، وبيشعر بانجذاب شديد اتجاهك، وهو مش عارف ايه سبب الانجذاب القوي ده، لدرجة ان هو بيحس ان انت عامل له اعمال او عامل له اسحار عشان تربطه بيك، وان هو حاسس ان في تواصل غريب قوي، وان هو حاسس بيك طول الوقت. رغم كده عايز يقولك برضو انا بهتم بيك، وان انا بحبك، وان انا من جوايا بحبك جدا جدا. سيبك من بقى الظاهر او المشاكل اللي ما بيننا او الحاجات اللي بتحصل ما بيننا، انا بحبك، متعلق بيك، بهتم بيك قوي. انا كل اللي عايزه ان انت تديني وقت مش اكتر عشان اخرج من الطاقة دي واقدر ان انا اكمل حياتي معاك، ومهما اظهرت لك عكس كده فانا بحبك جدا وبحبك من قلبي بجد.
عندنا هنا كل الأبراج نزلت معانا، الترابية والمائية والنارية والهوائية. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهات القناة، واكتب لي في التعليقات تحت حابين ننزل ايه الفترة القادمة.